بص بعد ما طلعت من الفريزر، يعني انا مش عارفه اقطعها ازاي. بصوا تورته بالظبط. بصوا يا جماعه، تحفه والله العظيم، لوحه فنيه اهي. يلا يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني. ايه رايكم بقى النهارده نعمل يعني نعمل صينيه كيكه بالكريمه والشوكولاته، تحفه بجد. بصوا بقى، هنحط كوبايه لبن، كوبايه زيت عليها سمنه. انت مش عايزه تحطي براحتك، بس انا يعني انا بحب احطها، يعني بتدي نكهه كويسه. بقى كوبايه زيت على سمنه، ماشي، عليها كوبايه لبن، عليهم كوبايه سكر. طبعا السكر ده براحتك فيه، بس هو يعني لما بيبقى كتير يعني بتمشي على المقادير المظبوطه بتبقى تمام. هنحط كوبايه الا ربع كاكاو خام، لازم يكون خام يا جماعه عشان يديك النتيجه اللي انت عايزاها. بصوا بقى، انا ايه بحب اعزز النكهه، ممكن احط قطعه شوكولاته، دي اختياري مش اجباري، ونص علبه قشطه، دي بتعزز النكهه جامد يعني. هضربهم في الخلاط اهي، انا عملتها في الخلاط اهي. بصوا ده القوام، وكل ما بيقعد كمان بيتقل، مش عارفه هو واضح عندكم ولا لا. هناخد منه كوبايه اهي، فضي كوبايه. بص القوام تقيل ازاي، تمام. هننزل بقى بهنا بالطين، هنزل ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ماشي. لكل بيضة بالنسبة لي كيس فانيليا علشان ما تحسيش بزفارة، ماشي. كيس فانيليا، كيسين اهو، ادي كيس. ماشي، هضربهم في الخلاط تاني واجي. ضربتها في الخلاط، انا ضربتها كده في الخلاط اهي. هنزل بيها هنا في بولة، ننزل بقى اللي في الخلاط اهو. نزلت الخليط كله. هتنزلي بكوبايه دقيق، ولو حسيتي ان الخليط بتاعك كالعاده يعني خفيف او مش القوام اللي انت حباه، بنزود دقيق. المفروض نكون حفظنا الموضوع ده يعني. برضه انا بقول المعلومه دي، برضه بقى في بنات لسه داخلين عندي جديد، اللي لسه مقبله على الجواز. طبعا انا بحب انخل الدقيق عشان لو في اي تكتلات ولا اي حاجه مش مستحبه تتشال. رشه ملح، كيس بيكنج باودر او كيك شيف، او نص من ده ونص من ده، بتعادل الطعم جامد. قلبي بقى.
انا هنا حطيت رشة لبن، علشان انا حسيت ان القوام كان تقيل شوية فخففته اهو كده. ايه كريمي. طبعا دي صينية مدهونة زيت. بننزل بقى بالخليط. اهي الصينية اهبطها طبعا جامد بحيث ان هي يعني تطلع الفقاعات بتاعتها. معلش بقى على الازعاج. هدخلها فرن على فرن هيبقى على الشبكة الأوسط على درجة حرارة 180. لو الفرن بتاعك حامي قوي خليه 170. ماشي. لحد ما هتستوي. على فكرة هي دي عاملة زي الجاتو شاتو، بس ده يعني أنا هحشيها كريمة وشوكولاتة. هدخلها الفرن. ادي الكيك طلعت. بصوا انا طبعا مخرماها من هنا عشان خاطر السكينه اهي. بصوا اهي تمام مفيهاش اي حاجه. هسيبها تستهدى علشان نقلبها. بصوا حبايبي انا قلبتها اهي. بصوا سمكها قد ايه. انا طبعا هقسمها كذا قطعه، ممكن على 2 يعني. بصوا بقى ايه. نشيل دي. انا قلبت الصينيه طبعا اللي انا كنت عامله فيها. هعمل ايه؟ هقسمها بالنص كده، بس لازم تكون بسكينه كبيره. انا مش عارفه كده باينه اهي. بصوا السكينه بتلفها بالراحه عشان طبعا الكيكه هشه جدا اهي اهي. بسم الله. هنقلها اهي. اهي اهي كده. بصوا هنا انا كان عندي حبة شوكولاتة متبقيين من علبة شوكولاتة عندي، حطيت لها لبن. هنسقي بيها. معلش طبعا على المنظر كده. وهنعمل كريم شانتيه. بصوا هنعمل بقى كريم شانتيه. انا جايبه اللي هي العبوه دي اللي هي تقريبا 45 جرام. معلش على الازعاج ده. بس يا كوكي هي هناخد المفروض فنجان صغير ميه متلجه. احنا هنعمل ايه لما نحتاج؟ هنا هحط مكعبات تلج. بص انا حطيت مكعبات تلج اهي، وهنزل بالعبوه هنا. بس يا كوكو هنا فاكرين بقيت علبه القشطه هنزل بيها. مش عندي مفيش مشكله خالص. انا حابه المره دي ان انا اعملها بقشطه. هي المفروض ما بتتعملش بقشطه، بس القشطه بتدي نكهه جميله جدا للكريم شانتيه. هضربه في الخلاط. بصوا بقى القوام ايه تقيل. بصوا بقى الكريم الشوكولاته انا حطيت شويه اهو، هحطهم عليهم عشان تدي نكهه جميله. طبعا لكل اللي ما عندهاش مضرب كهرباء، لكل اللي ما عندهاش
اي حاجه تقدري تعملي بقى الكريم شانتيه، انا بحاول اسهل لك كل حاجه اهو. انا بعمله لك اهو في الخلاط. ماشي، انا هضربه واجيلكم اهو كده. نحط بقى، هننزل بقى بالكريم شانتيه. انا بحاول اهو يا جماعه. هحط الطبقه الثانيه. هننزل بقى ايه ببقيه التشريبه. انتي مش عايزه تشربيها، انا عايزه اقولك ان هي اصلا مش محتاجه انها تتشرب، بس انا بحب ان هي تبقى فلوفي قوي. ده صوص الشوكولاته، طبعا تقيل، طبعا هنقله مكان الشوكولاته اللي موجوده. هل انتم معتقدين ان انا هسيب حاجه مكانها شوكولاته؟ حرام طبعا. حافظ على النعمه، النعمه تحافظ عليك. بس هننزلها بقى ايه بالسباتشولا. هي طبعا تقيله، هنخففها بشويه ميه، بشويه لبن ولا ايه، لاخر قطره. حرام، وقعت من الناحيه التانية، حرام اهي. هطلع طبعا الكيكه من التلاجة. هنحط لها شويه لبن، نخففها بس بحيث ان هي ايه تنزل على الكيكه لحد ما شوف انت عايزه القوام اللي انت حباه. اهو كده تمام اهي. هطلع بقى الكيك. اهي يا جماعه. طبعا ايه هنزل هنزل بالشوكولاته. تمام. انا حابه ان انا انقلها في حاجه كبيره بحيث ان الشوكليت تيجي على الجناب. انا بس بحاول اظهر لكم منظرها من اولها اهي. تمام اهو. بصوا تحفه اقسم بالله. هنا انا مقطعه شوكولاته مكعبات. طبعا ايه طلعي روح الفنان اللي قدامك يعني. انا ما بعرفش ارص قوي، بس ايه اعتبروها ان هي اترصت تمام. انا بحاول بس ايه اخليها منظمه شويه. معلش بقى ايه اختكم مش شاطره في الرسم، يعني انا كنت والله شاطره زمان يعني، بس يلا. انت رايحه فين؟ ماشي.
طبعا مش قادره اقول لكم على منظر الشوكولاته وهي نازله. انا بحاول احافظ على الشوكليت قبل ما تقع كلها. انا هوريها لكم طبعا من قريب يا جماعه. بصوا من قريب. ابغي اقول عليها تورته لكن استحي والله استحي من تفاصيلها ولا من جمالها. بص هنحطها في التلاجة لحد ما تجمد شويه وبعد كده نقطعها. بص بعد ما طلعت من الفريزر، يعني انا مش عارفه اقطعها ازاي. بصوا تورته بالظبط. بصوا يا جماعه، تحفه والله العظيم، لوحه فنيه اهي. جربوها ومش تندموا. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. بحبكم في الله. السلام عليكم. بصوا ايه رأيكم في الجمال ده؟ بصوا طرية ازاي. والله العظيم بجد جاتوه احلى من التورته كمان. بصوا